أبو تركي هلا مساك الله بالخير. هلا وسهلا. فيه موضوع نبى نتناقش أنا وياك فيه. اسلم. لو دق عليك واحد قال يا أبو تركي جوني خاطبين البنتي إيه. وأنا احترت بينهم وكلهم طيبين وكلهم متعلمين وكلهم معينين من الله خير، إيه. لكن أنا احترت بينهم. تعال يا أبو تركي وانصف وقل أرشح فلان. مزبوط. أنت جيت في المجلس وانا ما اعرف عنهم شيء قبل. لا تعرفهم وتعرفهم كفو كلهم. اسلم. كلهم كفو الاثنين. ايه. لكن جيت في المجلس تتعاين في الريجي. اسلم. الأول لقيته لابس الخاتم في إصبعه الصغير نفس كذا. نفس كذا. ايوه. ولقيت الثاني لابس الخاتم في الإصبع هذا. ايات. الأول هذا. السبابة. هذا. ايه لابس الخاتم هنا. تترشح حيات. والله برشح اللي لابس الخاتم. واللي لابس الخاتم هناك. والله ماني مرشح. وش السبب؟ والله ما في عاداتنا ولا في تقاليدنا. اقنعني. وش اقنعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لبسه في يمين ولبسه في شمال. احسنت. فالإصبع ذا. بس هذا ما ادري من هو جايبه. طيب لو حطيته في الإصبع اللي في محل الدبلة ذا. ما يلبس هنا الا الحرم، الرجال ما يلبسه. طيب محل الدبلة متعارف عليه. بس انه عاد بس هنا. ايه هنا مرفوض. اوفو. والله مرفوض بالنسبه للرجل مرفوض. اقنعني بسبب يا ابو تركي عشان لا اقول لا تجوزه مره. الرجال مسوي له عار، مسوي مصيبه. عار بس ما في المجتمع ما هو لايق. طيب انا عندي مثلا انا في قناعه نفسي نشوف ما فيها شيء، مثلا انا اللي لابس الخاتم بس انا اشوف فيها شيء ما هو طيب. ما يلبس الرجال في السبابه مره. ترى انت عشان اقتنع معك وتقنعني، ترى ان في تشبه للنساء مثلا. ايوه انا اقول لك ما يلبس الا النساء في السبابه. الرجال ما يلبس. قل لا اله الا الله. هذا ما في مشكله، هذا ماشي، بس انك تحطه هنا لا. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. الان الناس لبسوا الرجال يلبسوا قلادات، لبسوا اسوارات، جت على ابو خويتم ذا. يا رجال الله يهديك. بس يعني تسأل عن زواج وما زواج. انا علمتك لو يجينا اللي لابسه هنا ما زوجت ولا قلدت الصدق. طيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال خاتمه. بس انت تقول اثنين جايين. ايه يعني ما الله بحادك على انك تاخذ هذا. انا اكتشفت عندك اكتشاف. رشحت عشانك انت تحب لبس الخاتم في الاصبع الصغير. الصغير الحمد لله. ما اقنعتني صراحة. حقتنا انت ما يقنعك شيء هنا هذيك.